اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم هجمه مرتده. بس قبل اي شيء انزل دوس لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. الدوري السعودي اشعل الاجواء في اوروبا كلها بعد ما بدا خطه تطوير الدوري السعودي في الشتاء اللي فات. وعشان نفهم ازاي حصلت القصه دي يلا بينا نرجع شويه لورا. في الشتاء اللي فات بدات وزاره الرياضه السعوديه ان هي تعلن عن ضخ صندوق الاستثمار السعودي استثمارات في الاربع انديه الكبار اللي هم الاهلي والاتحاد والهلال والنصر. بس عشان ظروف وجود الاهلي في دوري الدرجه الثانيه ووجود ايقاف قيد لنادي الهلال ونادي الاتحاد، بدأ نادي النصر الخطة في الشتاء باستخدام اللاعب الأسطوري صاروخ ماديرا CR7 كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد. اللاعب اللي نقل الدوري السعودي نقلة أسطورية على مستوى المتابعات وحجم الإقبال والرواج الاقتصادي، مبيعات تيشيرتات، كل شيء حصل فيه طفرة في الدوري السعودي، واللي وجوده ساهم في تغيير نظرة اللعيبة للدوري السعودي والمنطقة العربية عموما. وبدأ الهجوم على الدوري السعودي والقائمين عليه من رئيس الاتحاد الاوروبي وجيمي كاراجر وجاري نيفل، اللي قال رئيس الاتحاد الاوروبي ان هم بيغلطوا نفس غلطة الصين في استخدام اللاعبين الكبار بدل ما ينفقوا على قطاعات النشء والناشئين والمدربين بتوعهم ويطوروهم. لا، انا حابب اقول لهم ان الصين مش زي السعوديه. الصين كرة القدم مش اللعبة الشعبية الأولى عندهم، بتيجي في اهتماماتهم في المرتبة الثالثة أو الرابعة في ترتيب الرياضة كمان. لكن السعودية بلد شغوفة بكرة القدم، عندها مشجعين كبيرة لكل الفرق تقريبا اللي موجودة عندهم، وده بيخليهم غير برامج التوك شو اللي بتتكلم عن الرياضة. السوشيال ميديا في السعودية عموما بتتكلم معظمها عن الرياضة وشغوفون جدا بالرياضة، حتى السياسيين منهم عندهم انتماءات رياضية وبيتابعوا ومشجعين لأندية عندهم كتير حتى خارجيا وأوروبيا كمان. بدأ الصيف علينا بعد الانفراجة اللي حصلت برجوع النادي الأهلي السعودي لدوري الدرجة الأولى ونادي الهلال والاتحاد ان هو يدخل ويعمل رواج للدوري وتبدأ الخطة فعليا في التنفيذ. نبدأ مع نادي النصر اللي هو بعد ما جه كريستيانو رونالدو بدأ ان هو يتفاوض مع لاعبين كبار في الدوريات العالمية. اول لاعب بدأ التفاوض معاه كانت في خناقة مع نادي برشلونة على مارسيلو بروزوفيتش. بروزوفيتش في النهاية بعد مفاوضات كبيرة اقتنع ان هو يجي الدوري السعودي ونادي النصر ويجاور كريستيانو رونالدو عشان تكون اول صفقات نادي النصر. بعدها يدخل النصر في مفاوضات مع اللاعب ساديو ماني، وبعد ما اخذ موافقة نادي بايرن ميونخ والضوء الاخضر منهم على التفاوض على الشروط الشخصية مع ساديو ماني، تنزل كارثة كبرى على رأس الإدارة وجماهير نادي النصر بإيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لنادي النصر. إيقاف القيد ده جه بسبب مشكلة كانت نادي النصر مع نادي ليستر سيتي على فلوس مكافآت من صفقة أحمد موسى اللي كان جابها نادي النصر من نادي ليستر سيتي، مكافآت توصل ما بين 390 ألف يورو، واللي نادي النصر ما كانش لسه دفعها لنادي ليستر سيتي وخد عليه حكم بإيقاف القيد لمدة 3 نوافذ. دي المشكلة اللي حصلت مع نادي النصر. هتنتهي ازاي المشكلة دي وهتخلص على ايه محدش لسه عارف، لكن لحد لما نشوف هتنتهي على ايه. كان في مفاوضات من نادي النصر مع اللاعب ساديو ماني. الايام اللي جايه هنشوف تحصل ايه. ونروح لنادي الهلال الغريم التقليدي لنادي النصر. نادي الهلال بدأ الصيف باهتمامات كبيرة بليونيل ميسي. ليونيل ميسي رايح، ليونيل ميسي جاي، ليونيل ميسي اقترب، ليونيل ميسي قرب لبرشلونة، ليونيل ميسي رايح انتر ميامي. سبب رفض ليونيل ميسي من وجهة نظري ان هو يجي الهلال والمنطقة العربية هو وجود كريستيانو رونالدو. ميسي حقق كل حاجة مع منتخب الارجنتين، حقق كل حاجة من القاب فردية وجماعية مع برشلونة ومع باريس سان جيرمان. خلاص ما بقاش عنده شغف كبير بالمقارنات وان هو يتحط تاني في مقارنة مع كريستيانو رونالدو. هو دلوقتي في فترة محتاج فيها ان هو يلعب بروح اكتر ويبعد عن الضغوط الجماهيرية. وحققنا الدوري ولا ما حققناش بطولة ابطال لقب دوري ابطال اسيا،
الضغوط الجماهيريه اللي هتبقى عليه، وان هو هل مستواه هيبقى زي كريستيانو ولا مستواه اعلى من كريستيانو، والمقارنات اللي احنا عارفينها دي كلها بين اللاعبين الاسطوريين دولت. فبدا ان هو قال لا، انا اروح يعني انتر ميامي والعب براحتي واقضي وقت اكبر مع اسرتي، ويبقى اللعب ما فيهوش ضغوط اكبر. زي ما احنا عارفين الدوري الامريكي ما فيهوش هبوط ومش مطالب قوي، لان الفريق بتاعه لسه مؤسس من 4 سنين بس. بعد كده نادي الهلال ما ضيعش وقت وراح جاب صفقه، انا بعتبرها الصفقه دي رساله فيها للعالم كله ان الدوري السعودي مش جاي يهزر. الدوري السعودي مش بيجيب لاعيبه علشان خاطر تخلص عنده كوره، او لعيبه منتهيه، او لعيبه ده اخر عادي ليهم وجاي يجمع فلوس في الخليج علشان خاطر خلاص ينهي حياته الكرويه هناك. لا، راح جاب روبن نيفيز من نادي وولفرهامبتون الانجليزي علشان يكون دعم كبير نص ملعب، اللاعب اللي كان عليه انظار جميع انديه اوروبا. يدخل نادي تشيلسي في اللاعب الثاني وهو خليدو كولوبالي. خليدو كولوبالي افضل مدافع في افريقيا ومن افضل المدافعين في اوروبا في السنوات الاخيره، اللي كان جاي تشيلسي بس السنه اللي فاتت من نادي نابولي. وصل خليدو كولوبالي للهلال عشان يكون صفقه كبيره ودعم كبير لخط دفاع الفريق، لكن ما وقفش الهلال عند كده وراح جاب جوهره نادي لاتسيو اللاعب ميلانكوفيتش سافيتش. سيرجي ميلانكوفيتش سافيتش كان لاعب نجم في الدوري الايطالي، مرغوب فيه من جميع انديه الدوري الايطالي والانديه الاوروبيه. قدر نادي الهلال يخلصه من نادي لاتسيو ب 50 مليون علشان خاطر يكون صفقه قويه لنادي الهلال في نص الملعب وعلى مستوى كمان صناعه اللعب. اخر اللاعبين للهلال اهتم بيهم في الاوقات الاخيره كان لاعب متروفيتش. اللاعب الكسندر متروفيتش جه لنادي الهلال بعد ضغط كبير من نادي الهلال على نادي فولهام اللي كان رافض التفريط في خدمات اللاعب، لكن بعد اغراءات نادي الهلال للاعب متروفيتش قرر متروفيتش بنفسه ان هو اللي يضغط على الاداره عشان تقبل عقد الهلال. في الايام اللي جايه هيخلص متروفيتش الكشف الطبي وينضم رسميا للهلال. اخر لاعب في اهتمام وشائعات بيه من نادي الهلال هو اللاعب روميلو لوكاكو. روميلو لوكاكو في الايام الاخيره عامل مشاكل كبيره قوي في اوروبا بين نادي الانتر ويوفنتوس ونادي تشيلسي الانجليزي، وداخل في الكلام نادي الهلال بعد ما طلع من مفاوضات نادي الانتر بعد مشاكل كبيره مع اللاعب، وفضل نادي اليوفنتوس ونادي الهلال. هل يجيب الهلال روميلو لوكاكو ولا يروح نادي اليوفنتوس؟ ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه. نادي الهلال نطلع على بطل الدوري السعودي نادي الاتحاد. نادي الاتحاد بدأ الصفقات الصيفيه بتاعته بصفقه كبيره ومدويه كريم بنزيما. الحكومه وصل للاتحاد هداف الدوري الاسباني وافضل لاعب في العالم، وريال مدريد وصل لنادي الاتحاد بعد ما ريال مدريد اداله خيار ان هو يحدد مصيره. وصل لنادي الاتحاد السعودي علشان يكون تاني اسطوره موجوده في الدوري السعودي من اساطير ريال مدريد بعد كريستيانو رونالدو. ولما جه بنزيما جاب في ديله على طول نجولو كانتي. نجولو كانتي افضل لاعب وسط مدافع من سنتين في الدوري الانجليزي وبطل كاس العالم مع المنتخب الفرنسي، ووصل نادي الاتحاد بعد موسم لعنت فيه الاصابات فضلت مستمره معاه. هل نجولو كانتي تبعد عنه الاصابات؟ واحنا عارفين لو بعدت عنه الاصابات هيكون دعم كبير جدا لنادي الاتحاد في نص الملعب. بس نادي الاتحاد ما وقفش عند كده وراح جاب جوهره والجناح سيلتيك الاسكتلندي البرتغالي جواو جوتا. جواو جوتا وصل الاتحاد عشان يكمل الثلاثي الهجومي بتاعهم كريم بنزيما رومارينيو وجواو جوتا، عشان نشوف هجوم ناري للاتحاد في الموسم اللي جاي. بس الاتحاد ما وقفش عند كده وراح فاوض بول بوجبا. بول بوجبا في البدايه رفض الانضمام للاتحاد، بس لسه الكلام ما بينهم داير هل يجي في الايام اللي جايه بول بوجبا ولا لا، ده اللي هنشوفه. بس الاتحاد ما سكتش عن كده وقال لازم ادعم نص الملعب، وبدا في مفاوضات كبيره مع اللاعب فابينو لاعب وسط ليفربول اللي خد الضوء الاخضر من كلوب في ان هو يفوض نادي الاتحاد وان هو يغادر النادي. وفعلا ما سافرش اللاعب مع نادي ليفربول للمعسكر الصيفي بتاعهم وبدا مستني تحديد مصيره. الكلام دلوقتي بين الانديه في الايام اللي جايه ممكن تخلص صفقه فابينو لنادي الاتحاد ويكون اللاعب الرابع اللي ينضم للكتيبه الاتحاديه عشان نشوف فريق ناري بيستعد لخوض منافسات كاس العالم للانديه اللي هتكون على ارض السعوديه. الفريق الاخير الفريق الاهلي السعودي
الفريق اللي لسه راجع للدوري السعودي السنة دي بدأ أولى صفقاته الصيفية باستخدام حارس المرمى السنغالي إدوارد مندي من نادي تشيلسي، الحارس اللي كان أفضل حارس في العالم في موسم 2020-21. في موسم 2021 كان إدوارد مندي أحسن حارس في العالم، لكن في الأيام الأخيرة حصلت عنده مشاكل وضربه في مستواه في نادي تشيلسي، وبدأ ياخد كبة يبقى أساسي عليه في النادي. الأمر اللي دفع اللاعب لأن هو يرحل عن النادي ويختار نادي أهلي جدة عشان يروح يقدم معاه إن شاء الله مواسم ممتازة. تاني لاعب خلصوا نادي الأهلي كان روبرتو فيرمينيو، المهاجم اللي كان عامل ثلاثية مع ساديو ماني ومحمد صلاح مكسرة الدنيا في أوروبا، ينتهي عقده مع نادي ليفربول وينطلق على الدوري السعودي مع نادي أهلي جدة. الأخبار والإشاعات بتقول إن نادي أهلي جدة في مفاوضات كبيرة مع رياض محرز من نادي مانشستر سيتي، وإن رياض محرز وافق موافقة شفهية لنادي الأهلي السعودي ورحب باللعب في الدوري السعودي، بانتظار إن ينهي الأندية مع بعضهم مانشستر سيتي ونادي الأهلي الاتفاقات على انتقال رياض محرز للنادي الأهلي. ده اللي هنشوفه في الأيام اللي جاية. اخر لاعب اتفاوض معاه وفي مفاوضات بينه وبين نادي الاهلي السعودي كان اللاعب ساديو ماني. ساديو ماني بعد مشكله نادي النصر اللي هنشوف ايه اللي هيحصل فيها في الايام اللي جايه، ممكن فعلا تكون صفقه ممكنه لنادي الاهلي بدون منافس مع نادي النصر، لان نادي النصر توقف قيده. ده اللي هنشوف في الايام اللي جايه، هل القيد ده هيستمر نادي النصر ولا هتحل المشكله دي؟ ده اللي هنشوفه. لكن ساديو ماني بقى اقرب دلوقتي لنادي الاهلي السعودي. بس الشغل الشاغل في الدوري السعودي ما انتهاش عند هذا الحد. اخبار وشائعات كتيره بتحصل عن الدوري السعودي في الايام اللي فاتت والايام اللي جايه. هنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل تاني من تطورات في الدوري السعودي. بس التجربه مثيره للاهتمام وخطفت انظار العالم، وان شاء الله في تطور مستمر للدوري السعودي والكره العربيه عموما. بس دي كانت اخر حلقتنا، اتمنى تنزلوا تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول. سلام.